يا صباح الهنا. 7 خطوات هتخليكي ست رايقة. خطوات لو جربتي واحدة منهم بس هتحسي انك خفيفة ورايقة من قلبك. أول خطوة، إنك أول ما تصحي من النوم فتحي عينيكي على حاجة بتحبيها. أولها تحمدي ربنا إنه رزقك بيوم جديد، يوم كله فرحة ويوم كله سعادة، يوم كله رضا من ربنا علينا، يوم كله أذكار وطاعة لله. فتحي عينيكي على فنجان قهوة بتحبيه أو كوباية شاي أو حتى كوباية مية ساقعة مشبرة زي ما احنا متفقين. أهم حاجة تبدأي يومك بحاجة بتحبيها وبتفرحك. رشي حبة برفان كده في البيت قبل ما تطلعي لشغلك، أو لو حتى قاعدة في البيت شمي ريحة بتحبيها حتى لو شوية بخور يظبطوا يومك من أوله ويعدلوا النفسية. اعملي حاجة بتحرمي نفسك منها طول اليوم، حتة شوكولاتة صغيرة، حاجة كده تسمعيها بتريح أعصابك. اعملي أي حاجة جديدة انت متعودة انك تمنعيها عن نفسك طول اليوم. لا، الصبح انا هبدأ بيها، مش هحرم نفسي من حاجة. هبص لشوية زرع حلوين زي اللي انت شايفاهم، صدقيني هغيروا مودك 180 درجة او 360 كمان. صدقيني الحاجات البسيطة دي بتفك الكبت وبتخليكي تحسي انك عايشة لنفسك. عارفين يا أمارات قلبي يا أحلى ستات رايقة، كنت دايما بقول لنفسي يعني إيه لما أكلم نفسي وأقول أنا ست قوية، أنا ست حلوة، أنا ست رايقة، أنا مبسوطة، أنا راضية عن نفسي طول ما ربنا راضي عني، أنا جميلة. افضل اشجع نفسي واقول انا قدها، انا ان شاء الله هبقى ست رايقه. ما كنتش متخيله ان المخ هيترجم ده. صدقيني انت بتستهوني بالحاجه دي، لكن والله مخك بيترجمها. وفضلنا بنقول كل متوقع آت. توقعتي ان يومك هيكون جميل، يومك هيكون جميل. توقعتي ان انت هتبقي اجمل وهتبقي احلى وهتبقي ست رايقه، هتبقي ست رايقه. مخك بيترجم كل حاجه بتقوليها، واساسها في الدين اليقين في الله. انا عنده حسن ظن عبدي بيه، ظني في ربنا انت عايزه تبقى ايه وربنا هيديهولك. ندخل على الخطوه الثالثه ونقول غيري مكان اي حاجه، حاجه واحده بس، سواء كرسي، سواء مفرش، سواء كوبايه، غيري لونها وغيري شكلها. التغيير الصغير ده بيكسر الروتين وبيفتح طاقة جديدة. أقول لكم على حاجة سر صغنن، أنا ممكن أروح أشتري كوبايات للقهوة، بما إني من عشاق القهوة. أنا ممكن ما اشتريش طقم كامل يا بنات، هجيب 6 كوبايات ليه؟ أنا ممكن أشتري كوباية واحدة بس، هي أغلى شوية بس أنا مش محتاجة ال6. وكل شوية أو كل فترة أجيب كوباية واحدة، كوباية واحدة. بقى عندي مجموعة من الكوبايات وأشكال مختلفة، فكل يوم أشرب القهوة في كوباية مختلفة، فتديني إحساس بالتغيير والطاقة الإيجابية. دي حاجات بسيطة نعملها مع بعض. يلا ندخل على الخطوة الرابعة. اتكلمي مع نفسك بصوت عالي زي ما قلتلك. جربي انك تتكلمي ولو 5 دقايق بس. ادي لنفسك حقها، كافئي نفسك بكلام حلو وإيجابي. طبطبي على قلبك قبل ما تطبطبي على نفسك من بره. صدقيني الدماغ بيصدق الصوت أسرع من التفكير العادي. بمجرد ما احنا بنفكر جوه، لا، لما بننطقه بلساننا والله المخ بيترجمه وبيصدقه كمان. ندخل على الخطوة الخامسة ونقول دقيقة الجنون. الجنون يا هنا، الجنون. اعملي دقيقة واحدة بس فيها جنان، اللي هي ايه؟ قلدي صوت حد انت بتحبيه، اضحكي ضحكه من قلبك، اتفرجي على حاجه بتضحكك واضحكي، ارقصي يا ستي مادام جوه بيتك وبشارع ربنا، ارقصي مفيش اي مشكله. الغريب ان الجسم بياخدها جد وبيفرغ التوتر كله. اي حاجه انت بتحسي ان هي بتدخلك السعاده مادام في حدود الله وشرع الله، مفيش اي مشكله انك تعمليها. اول ما هتدخلي السعاده ولو حتى مصطنعه لجسمك، جسمك هيترجمها الحقيقه وهيتجاوب معها، وهيبقى برضو كمان هو كمان مبسوط وفرحان. حاجات بسيطة بس جربيها ومش هتندمي أبدا. يلا الخطة بقى والخطوة الستة اللي معانا. اعملي صدقة سرية، أو بمعنى أصح صدقة خفية. اعملي صدقة صغيرة محدش يعرف عنها حاجة. أولها إنك تتصدقي بابتسامتك مع كل حد انت بتشوفيه، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. اعملي صدقة إنك تجددي نيتك وانت بتتصلي بحد إن دي صلة رحم. اعملي صدقة بانك بتعيني اي حد ماشي في طريق او بتشيلي اذى من الطريق، جددي النية. وخلي كمان في صدقة خفية حلوة قوي الايام دي، يعني الدال خلي على الخير كفاعله، وادعوني بدعوة بظهر الغيب. يعني مثلا انا وانا رايحة الشغل الايام دي في موسم التمر، كل سنة وانتم طيبين، اخدت مثلا ولو نص كيلو تمر، نص بس يا هنا، والله نص كيلو بس ب10 جنيه. غسلته وحطيته في طبق وحطيته على مكتب كده في الشغل عندي.
كل اللي داخل واللي طالع، سواء كانوا مراجعين جايين يعملوا تحليل، أو سواء كانوا زمايلي في الشغل أو أيا كان، سبحان الله كل أحد دخل أو كل حد دخل، اللي أخد التمرة واللي خدت 3 واللي خدت 5 على السنة. والله يا بنات أنا كنت بستغرب، بس كان عندي يقين إن سبحان الله إزاي الطبق ده أكل منه كل العدد ده. كان فيه بركة غريبة، وكان فيه راحة وفرحة جوه قلبي. والله أنا بقولها ما رياء أبدا، لكن بقولها علشان نعين بعض على الطاعة وناخد أفكار من بعض. كنت مبسوطة وفرحانة وشايفة الطبق ما شاء الله ناس كتير جدا أكلوا منه. كان جواه بركة الصدقة. ما نقص مال من صدقة، ولكن بتخلف عليكي أضعاف أضعافها، بترجع لك طاقة، بترجع لك بتخليكي أهدى ورايقة أكتر من جوه. صدقيني جربيها وانت مش هتندمي. اعمليها حتى مع جيرانك، هاتي البلح ده وفرقيه على جيرانك وقولوا لهم كل سنه وانتم طيبين، ده لسه طالع بشاير ويلا ناكل مع بعض منه، هتاخدي اجر والله. الخطوه السابعه بقى، يلا نقول مع بعض، ورقه وقلم قبل ما تنامي. اعمل بيهم ايه يا هنا قبل ما انام؟ قبل ما تنامي اكتبي هم واحد كان مضايقك في اليوم ده، هم واحد بس، او حاجه كانت مزعلاكي ومنكده عليكي. وبعد ما تقولي الهم اللي كان مضايقك او المشكله اللي كانت مضايقاكي، قطعي الورقه وارميها. المخ بيأكد وبياخد إشارة إن الهم ده مش معاه دلوقتي، خلاص مشي واتقطع، وبتنامي أهدى وأروق. طلعي من جواك الطاقة السلبية وهاتي أي حاجة مكسورة واعملي لها إعادة تدوير بإيديكي، هتلاقي نفسك بتعملي حاجة جديدة بسطتك وفرحتك وجددت من الحاجة اللي موجودة في البيت. الفازة دي زي قلوبنا بالظبط وزي حياتنا، جوانا شروخ وجوانا كسور وجوانا هموم. نقدر ببساطة وبخطوات بسيطة لو طبقنا منها واحدة بس من اللي احنا قلناه هنرجعها جديدة، هنجبرها ونطبطب عليها بالأذكار وبالدعاء وبالحسنات وبالأجر وباليقين بأن النهاردة وبكرة هتكون أيام جميلة برضا ربنا علينا. جربي كده خطوة واحدة بس من ال7 خطوات دول، وارجعي قوليلي في الكومنتات حسيتي بإيه. يعني لما تطلعي شغلك الصبح انوي نيتك لله، انا بشتغل علشان ربنا يرزقني برزق اعين بيتي واعين زوجي واعين اولادي، وكلكم راع وكل راع عن مسؤول عن رعيته. الست مش مسؤولة بس، مسؤولة عن بيتها وعن ولادها، بس الزمن بقى خلاها تطلع وتشتغل وتساعد، مفيش اي مشكلة. الست اللي قاعدة في البيت قولي انا هروق بيتي وهظبط دنيتي وهعمل اكل لولادي، عشان كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. انا قاعده في البيت مش بشتغل، لكن زوجي بيطلع ويشتغل، فانا هحاول اللي اقدر اعمله في البيت هعمله واساعده علشان اعينه برضو. كل حاجه بنعملها بناخد منها اجر، كل حاجه بنعملها في يومنا بناخد منها حسنات. وطول ما انت كده ماشيه في طريق الله وماشيه في طاعه الله هتلاقي يومك كله بركه ويومك كله فرحه ويومك كله سكينه. بس اصحي من النوم وانت عندك طاقة ايجابية. انا يومي ان شاء الله هيكون يوم جميل، انا هبدأ يومي صح، هبدأ بأذكاري، اولا صلاتي، بعدين اذكاري، بعدين الحاجة اللي بتفرحني وبتحب تساعدني هعملها. هبدأ يومي وانا مجددة نيتي لليوم كله. يعني شوفوا، يعني سبحان الله، ابدأ يومك كده. انا عايزاكي تحسي الاحساس ده، هيفرق معاكي كتير كتير كتير. انا جايلك من هناك وبقولك كده، شوفي الورد، المسي الزرع، المسيه، صدقيني الزرع ده بيديكي طبطبة، هو روح انت بتهتمي بيها. شايفة ابنك لما بيتعب بتودي للدكتور، انا بقوم الصبح ابص على زرعاتي، اشوف الورقة اللي الصفرة الدبلانة اشيلها المسها واقول لها انا جنبك وبهتم بيكي، لان انت كمان بتهتمي بيها وبتديني طاقة وبتديني راحة نفسية. انا بستمتع بلونها وبشكلها وبريحتها، انت كمان استمتعي باللي ربنا اطعمك بيه واداهولك، استمتعي بصحتك، ربنا يديك الصحة ويعافي كل مريض ومبتلى. استمتعي بأولادك، ربنا يرزق كل مشتاق الذرية أرحم الراحمين. استمتعي بزوجك، ربنا يبارك في عمره ويديله الصحة يا رب. استمتعي بأهلك، ربنا يا رب يرزقنا أجر صلة الرحم. استمتعي بأمك وأبوك لو كانوا عايشين وربنا يرزقك برهم، ولو كانوا ميتين أبر البر بعد الوفاة إن احنا ندعي لهم، اللهم ارحمهم واغفر لهم هم وجميع أموات المسلمين. استمتعي بكل حاجة حواليكي، ربنا اداكي نعم كتير قوي، لو بس استقرتي نعمة واحدة بس هتفضلي طول اليوم مش هتستحقي ولا هتوفيها حق شكر ربنا عليها. الامتنان يا بنات، الصلاة على النبي كتير، صلي على النبي كتير، كل حاجة مقفولة قدامك صدقيني هتتفتح بفضل الصلاة على النبي. استغفري،
استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني خير الدنيا والآخرة في الاستغفار. يعني شوفوا سبحان الله، أذكار بسيطة وسهلة وخفيفة على اللسان. خلي لسانك طلق، وصدقيني لو دعيتي ربنا ادعوا انت موقنة بالإجابة. ربنا عمره ما يلهمك الدعاء إلا إذا كان ناوي الإجابة. ديننا جميل وخفيف. استعيذي بالله من الشيطان، ويلا ارمي الست الحزينة الكئيبة ورا ظهرك. خدي فنجان قهوتك وتبسطي كده وتساعدي. يلا بينا على الدعاء ونقول: يا رب خلينا دايما نعرف نهدي قلبنا ونفرح روحنا ونشوف الجمال في تفاصيل يومنا. يا رب ارزقنا طمأنينة وسلام يخلي كل خطوة في حياتنا أهدى وأروق. وخلينا نكون دايما ستات رايقة نهدي قلوبنا. يلا يا قمرايا، لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتكتبي رأيك في الكومنتات، وكمان اشتركي في القناة علشان توصلك كل الحلقات الجديدة من الست الرايقة، ونفضل نروق كده سوا مع بعض يوم ورا يوم. يلا مستنية تعليقاتكم اللي بتشجعني، وبالله عليكم عايزاكم بقى تنزلوا بقى في التعليقات وأذكار. كل واحدة عندها ذكر بتحبه تقوله، أو كذا ذكر مفيش مشكلة، هتبقى صدقة جارية ليك إن شاء الله. يلا كلنا نعمل صدقات مع بعض، وأنا أول واحدة هنزل أعمل كذا كومنت بأذكار إن شاء الله. يلا أنا هبدأ بيكم وانتوا وراي.